ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ كنت دايما فاكر ان القسوة على نفسي هي طريق الالتزام. كنت بقول لنفسي لو فعلا بتحب ربنا ازاي تعمل كده؟ فكنت بعاقب نفسي اكتر من اي حد تاني. كل ما بغلط اقطع على نفسي كل حاجة انا بحبها، اكره نفسي واقول يمكن لما اتعب كفاية هتصلح. بس بعد سنين يا صاحبي اكتشفت ان اللي بيكسبوا مش اللي ما بيغلطوش، اللي بيكسبوا هم اللي عندهم نظام يقومهم بسرعة. اللي بيغلطوا بس ما بيضيعوش عمرهم في جلد ذات ملوش اي لازمة. وقتها انا فهمت ان الانضباط الحقيقي مش انك ما تغلطش يا صاحبي، الانضباط الحقيقي انك ما تغرقش في الغلط. فالنهارده انا هشاركك بخمس تغييرات عقليه لو فهمتهم كويس يا صديقي هتكتشف ان كل فشل ممكن يبقى بدايه نقله في حياتك كلها. الجزء الاول، القسوة مش التزام. كنت دايما لما بغلط اقسى على نفسي اكتر من اي حد. كنت بقول لازم اتعلم، لازم اتغير، ما ينفعش ارجع زي زمان. فكنت بطبيعه الحال يا صديقي بقطع عن نفسي كل حاجه تفرحني، الوم نفسي واعيش الاحساس بالذنب كانه عباده. كنت فاكر ان الالتزام هو ده شكل الالتزام اللي المفروض ان الواحد يمشي عليه، ان هي دي الطريقه اللي هتخلي ربنا يرضى عني. بس مع الوقت يا صاحبي اكتشفت ان اللي كنت بعمله مش التزام ولا قريب منه بنكله. ده كان عقاب نفسي متغلف يا معلم باسم الدين، وحاشا للدين كل حاجة أنا كنت بعملها. كنت بعامل نفسي كأنها عدوي مش ذاتي وصاحبي. كل مرة بغلط أرجع أقول أنا فاشل، أنا ما استاهلش، ربنا مش راضي عني. لكن لما نفكر شوية الغلط عمره ما كان دليل إنك لا قدر الله وحش. الغلط دليل إنك إنسان. اللي بيتعلم من غلطه أسرع هو اللي بيتغير بجد. فاكر أنا مرة كنت داخل على رمضان ومتحمس أبدأ صفحة جديدة. أول كام يوم كنت ملتزم جدا، صلاة بقى وقرآن وكل حاجة كما قال الكتاب. بعدين يومين أنا تعبت، نمت عن الفجر وصحيت متأخر. أول فكرة جت في دماغي خلاويص، رمضان راح عليا. فضلت مكتئب لمدة يومين كاملين لحد ما واحد صاحبي ربنا يكرمه يا رب قال لي جملة عمري ما نسيتها: يا عم المشكلة مش إنك وقعت، المشكلة إنك قاعد مكانك. الكلمتين دول رنوا في وداني كأني بسمعهم لأول مرة. ساعتها حسيت إني كنت حابس نفسي في سجن اسمه جلد الذات. ومن اليوم ده بدأت أغير المعادلة الحمد لله. لما بغلط أسأل نفسي سؤال واحد بس: هل أنا دلوقتي عايز أحس إني كويس ولا فعلا أبقى كويس؟ يعني حقيقة ولا تهيئ؟ الأولى بتريحك مؤقتا يا صاحبي، التانية بتغيرك فعلا. لأن الانضباط مش إنك ما تغلطش، الانضباط إنك ما تسيبش الغلط يعطلك. الجزء التاني، العيب مش فيك يا صديقي، العيب في النظام اللي حواليك. زمان يا معلم كنت أول ما أي حاجة تفشل أقول أنا السبب. لو الفيديو ما نجحش أو لو الهدف ما اتحققش، لو حتى أنا يومي باظ، أول كلمة بقولها أنا فاشل. كنت شايف إن الغلط جوايا مش حواليا. بس مع الوقت يا صاحبي فهمت إن في فرق كبير جدا بين أنا غلطت والنظام اللي أنا ماشي عليه هو الغلط. يعني مثلا لو واحد بيحاول يصحى الفجر كل يوم وبيفضل سهران على الموبايل لحد 2 3 الفجر، هل المشكلة هنا في إرادته ولا في النظام اللي هو حاطط نفسه فيه؟ نفس الفكرة في كل حاجة في حياتنا يا صاحبي. لما بتفشل أول حاجة لازم تسأل لنفسك: النظام بتاعي بيساعدني ولا بيعطلني؟ بيساعدني ولا واقف ضدي؟ بيقومني وبيزقني لقدام ولا بيضيعني وبيضيع لي وقتي؟ انا فاكر يوم ما كنت داخل مشروع جديد بحماس جديد جدا وكنت مستلف فلوس وكل حاجه كانت جاهزه، الورق، معدات، الفكره، حتى الوقت. بس ما كنتش حاطط نظام واضح للموضوع، مين يدخل، مين يشتغل، مين يعمل، مين. ما اكدبش عليك انا كنت بادئ جامد جدا، ما بنامش، كل يوم بقابل دكاتره وكل يوم بحاول اعمل حاجه جديده. بس بعد اسبوع تعب. اول حاجه كانت بتيجي في دماغي اني الوم نفسي على طول: ما عندكش ثبات يا بهوش، ما عندكش نظام يا بهوش يظبطك قدام الدكاتره وقدام نظامك، ومش جايب حد معاك حتى يساعدك. بس الحقيقه النظام هو اللي كان ناقص في الدايره بتاعتي. النظام اللي بيخليك تقوم لما بتقع، النظام اللي ما يعتمدش على مودك، النظام اللي بيشيلك لما دماغك بتقع او بتزهق او بتمل. لما انا اكتشفت ده يا صديقي بدات اتعامل مع نفسي زي العالم اللي بيجرب. ما بقاش الغلط دليل للفشل، بقى دليل اختبار
بنتست، بنشوف الموضوع هينجح ولا هيفشل. كل مرة كانت بتحصل مشكلة أسأل نفسي سؤال: إيه اللي باظ؟ إيه اللي بوظ؟ النظام ولا أنا؟ 90% من الوقت يا صديقي كنت بلاقي إن الغلط في النظام، في السيستم اللي حواليا، مش فيا. أصل أنا إنسان في الأول وفي الآخر، ربك خلقك في أحسن تقويم. النظام مش ثابت، بيتعدل، بس أنت مش المفروض تتكسر مع كل تعديل يا صاحبي. لما تفهم إن الغلط مش ضدك، هتعرف إن كل فشل أو بوظان منك هو معلومة جديدة. ودي كانت أول مرة أبدأ أتعامل مع الفشل بعقل مش بعاطفة. الجزء الثالث، طريقة الأربع خطوات: اعترف، افهم، عدل، كمل. لما بدأت أتعامل مع الغلط بعقل مش بعاطفة، اكتشفت إن لازم يكون عندي نظام طوارئ ذهني. يعني لما حاجة بتبوظ، بدل ما أضيع في الزعل وفي الدراما والأفوارة، يكون عندي خطوات أوتوماتيك أرجع بيها للطريق. سميتها اعترف، افهم، عدل، كمل. الخطوة الأولى ألا وهي الاعتراف. ببساطة قول: أنا غلطت، بس مش أنا فاشل، مش أنا وحش، لا، أنا غلطت. طبيعي، الإنسان غلط. ما تتكبرش ولا تبرر، بس اعترف، لأن الإنكار بيخلي الغلط يتكرر تاني. فاكر مرة كنت متفق مع نفسي إني هقلل وقت الموبايل. أول يومين تمام، اليوم التالت قعدت 4 ساعات على التيك توك. أول رد فعل كنت بعمله، بدأت أضحك وأقول: ما هو كل الناس كده. بس الحقيقة كنت بهرب من كلمة أنا غلطت. لما واجهت نفسي وقلت أيوة أنا وقعت، حسيت براحة غريبة، كأني رجعت أمسك الدفة مرة تانية. الخطوة التانية ألا وهي افهم. مش بس ليه غلطت، لكن إزاي أنت وصلت للنقطة دي. هل أنت كنت تعبان، زهقان، مضغوط؟ ساعات الغلط مش ضعف، هو إشارة إن في حاجة ناقصة في مودك، في يومك، في وقتك. يمكن حاجة ناقصة، يمكن تكون ناقص نوم، يمكن تكون ناقص شكر، يمكن ناقص هدف. لما تفهم السبب يا صديقي، الغلط بيوقف الغموض بتاعه. المعلومة المجهولة من ورا الغلط بتبقى معروفة وبتتحول لدرس ليك. الخطوة الثالثة ألا وهي إنك تعدل. هنا الناس بتفكر إنها لازم تعيد بناء حياتها من الصفر، بس التغيير يا صديقي مش دايما كبير. أوقات كفاية تفصيلة صغيرة، زي ما واحد يكون تايه في الطريق بس يفهم إن مش التغيير الطريق هو الحل، لا، هو محتاج يعدل اتجاه إشارة واحدة بس في النص. أنا شخصيا يا صاحبي كل مرة كنت أقع فيها في التسويف، كنت أكتشف إن المشكلة مش في الإرادة، المشكلة كانت في أول 5 دقايق من يومك. فعدلت نظام البداية من الصفر، بقيت أول ما بصحى أتحرك فورا قبل ما مخي يبدأ الجدال معايا ويقول يمين ولا شمال. التعديل الصغير يا صديقي غير لي النتائج كلها، ألا وهي إنك تعدل حاجة بسيطة، إنك تحط هدف ليومك في أوله. مثلا آخر خطوة معانا ألا وهي كمل. ما تقعدش في النص تستنى تحس إنك اتحسنت. كمل حتى لو لسه مش حاسس بحاجة، لأن الشعور بالتحسن مش هو اللي هيغيرك، الاستمرارية هي اللي هتبقى الحل بتاعك. في المرة الجاية يا صديقي لما تقع، ما تضيعش وقتك في جلد الذات. استخدم الأربع خطوات دول: اعترف، افهم، عدل، ثم كمل. هي دي الخريطة اللي ترجعك للطريق أسرع من أي لوم أو حزن. الجزء الرابع بقى قاعدة ال24 ساعة. في فترة كنت كل ما أغلط أعيش في دوامة الندم بالأيام، أقعد أعيد الموقف في دماغي 100 مرة. ليه قلت كده؟ ليه ما عملتش كده؟ أرجع أعيش اللحظة كأنها بتحصل حالا، وكنت فاكر إن ده نوع من أنواع النضج، إني بتعلم من الغلط. بس في الحقيقة يا صديقي كنت بعاقب نفسي بطريقة شيك شويتين. في يوم برضه كنت قاعد مع واحد صاحبي وقال لي جملة بسيطة جدا: ادي لنفسك 24 ساعة. قلت له يعني ايه؟ قال لي اي غلطة، اي موقف وجعك، اي فشل حصل، عندك 24 ساعة تحس بكل حاجة. زعل، ندم، غضب، كل اللي انت عاوزه استمتع بيه وعيط وازعل واكتئب وكل حاجة، بس خد 24 ساعة فقط. بس بعد ال 24 ساعة تقوم. الجملة دي غيرتني تماما، بدأت أعمل بيها فعلا. كل ما أغلط أسمح لنفسي أعيش الوجع ليوم واحد، أتكلم، أدون، أكتب، أراجع نفسي، أتعلم، وبعدين خلاويص أرجع أكمل مرة تانية. في الأول كنت بقول مستحيل أتعافى في يوم واحد، يعني مين اللهبل اللي ممكن يعمل موف أون في يوم واحد؟ بس مع الوقت يا صديقي بقيت أحتاج
ساعات. لاني لما بتدي لنفسك حد زمني للألم، الألم بيتحول من دوامة إلى درس ليه نهاية. تخيل كده كل ساعة بتعيشها في ندم على امبارح اللي فات وخلص، هي ساعة بتتسرق من بكرة. كل مرة بتسيب الغلط يعيش في دماغك أكتر من اللازم، هو بياكلك من جوه، بيطفي حماسك وبيخليك تكره نفسك بدل ما تتغير. أنا مش بقول ما تحسش لا قدر الله، لا، حس، أشعر، تأقلم، اتوجع، بس بحدود. لأن اللي بيحس وبيتحرك بيتغير، واللي بيحس وبيغرق بيتكسر. فالمرة الجاية لما تغلط ادي لنفسك 24 ساعة بس، حس بكل حاجة وبعدين قوم. ما تخليش الماضي يسرقك من المستقبل بتاعك. 5. خد بالك من الطقس النفسي. في وقت من الأوقات يا صديقي كنت باخد قراراتي وأنا غرقان في مشاعري. لما اتضايق أسيب كل حاجة، لما اتحمس أوعد نفسي بحاجات مش هقدر أكملها. كنت عايش جوه طقس نفسي متقلب، swinging mood، يوم شمس يوم عاصف. يوم من الأيام كنت شغال في عيادة، وصراحة صاحبها ده كان محترم جدا، بس في مرة قفشنا مع بعض، قفشنا قفشة كبيرة جدا، وصلت لدرجة إني قلت خلاص أنا هسيب كل حاجة. كنت زعلان وغضبان ومتوتر ومخنوق، حسيت إن القرار لازم يحصل دلوقتي حالا بعد الخناقة اللي دبتها معايا دي. بس وأنا بكتب الاستقالة في ذهني وقفت شوية وسألت نفسي، وانا دلوقتي هادي ولا منفعل؟ افتكرت نصيحة سمعتها زمان، اني ما اخدش قرار كبير وانا غضبان، ولا تعمل وعد وانت متحمس. فما اكدبش عليك، انا استنيت في القرار بتاع الاستقالة ده بتاع يومين 3 كده. بعد اليومين 3 دول رجعت افكر تاني، لقيت ان اللي محتاج اغيره مش الشغل، لكن طريقتي في التعامل مع الضغط ومع الدكتور نفسه. ساعتها فهمت معنى الجملة دي، المشاعر السخنة بتولد قرارات باردة. الغضب، الحماس، الخوف، كلهم بيحسسوك زي السكران كده، يخلوك تحس ان القرار لازم يتاخد دلوقتي حالا الا والقيامة هتقوم. بس لما الانفعال ده بيخلص وهدوءك بيبدأ يحضر، بتشوف الحقيقة بوضوح. احنا ساعات كتير بنفتكر ان الاحساس هو الحقيقة، بس الحقيقة إن الإحساس مجرد طقس، يتغير، يعدي، يتبدل. فالمرة الجاية لما قلبك يولع أو مخك يدوخك، خد بالك من الطقس النفسي اللي انت فيه، خد بالك من الجو العام اللي جواك. استنى، لو الجو جواك منفعل والدنيا مولعة استنى، لو الجو هادي قرر. لأن القرار الصح مش بيجي من قلب مولع يا صاحبي، بيجي من عقل مطفي النور عنه، عن الدوامة بتاعة الغضب بتاعته. واللي بيتعلم يراقب الطقس النفسي بتاعه عمره ما هيضيع في قرارات ندمان عليها. الخلاصة، بص يا صاحبي، الحقيقة انك هتغلط تاني، يمكن بكرة، يمكن النهاردة، هتتعب وهتضعف، يمكن هتزهق. بس السؤال حقيقي هنا مش هتغلط ولا لا، السؤال حقيقي هنا هتعرف تقوم قد ايه بسرعة. لان اللي بيعيش حياته بيجلد نفسه على كل وقعة عمره ما هيتحرك لقدام، واللي بيتعلم يقوم حتى وهو لسه متعور هو اللي بيتغير بجد. اتعلم تشوف الغلط كإشارة مش كوصمة عار عليك. اتعلم تشوف الألم كمدرب ليك مش كعدو. اعترف، افهم، عدل، وكمل. خد بالك من الطقس النفسي اللي بتعيش فيه، ما تخليش الغضب أو الندم يمسكوك أو يحبسوك. ادي لنفسك 24 ساعة، حس، راجع، وبعدين قوم. لأن اللي بيغرق في الماضي بينسى يعيش المستقبل، واللي بيتعلم يقوم يا صاحبي بسرعة بيلاقي ربنا دايما فاتح له باب جديد، حتى لو كل أبواب القديمة اتقفلت. افتكر دايما إن ربك ما طلبش منك تكون مثالي، طلب منك تكون صادق، صادق في قومتك، صادق في توبتك، مصدق إن كل وقعة ممكن تبقى بداية. لو الكلام ده لمس حاجة فيك يا صديقي، دوس اللايك المتين وخلينا نكمل الرحلة دي سوا. وبس كده، أشوفك في الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم.